لأعلى جودة استخدمي أرز وايت سوان للطهي. وصفة الدجاج المحشي بالأرز واللحم المفروم الشهية هذه هي الخيار الأفضل لمفاجأة ضيوفك. لهذه الوصفة ستحتاجين 2.5 كوب أرز وايت سوان مغسول ومنقوع، والمقادير التالية: ابدأي بتسخين الفرن مسبقاً إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية. اغسلي الدجاجة من الداخل والخارج من دون إزالة الجلد، ثم سخني نصف كوب من السمن في قدر، وشوحي البصل حتى يصبح طرياً. أضيفي اللحم المفروم واقليه حتى ينضج. أضيفي البهارات بالتحريك وتبليه بالملح والفلفل، ثم أضيفي البازلاء وأرز وايت سوان بالتحريك المستمر. ببطء أضيفي الماء واتركيهم حتى ينضجوا. ضعي الغطاء على القدر واتركيه ليطهو لمدة 10 دقائق تقريباً. ارفعيه عن النار ودعيه يبرد قليلاً. أثناء الانتظار افركي عصير الليمون وما تبقى من السمنة على الدجاجة بأكملها، ثم املئي فجوة الدجاجة بحشوة خليط الأرز واللحم، وغطي الدجاجة بورق القصدير وضعيها في صينية الفرن، واشويها لمدة ساعة وساعة ونصف حتى ينضج الدجاج. أخرجي الدجاجة من الفرن واتركيها لتستريح لمدة 5 إلى 10 دقائق. الآن أصبح طبق الدجاج المحشو بالأرز واللحم المفروم الشهي هذا جاهزاً لتستمتعوا بلذته. مع وايت سوان مائدتك ألوان. للمزيد من الوصفات الشهية تابعونا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.